اهلا بيكم معايا وفيديو النهارده انا حابه اتكلم عن بعض الحاجات اللي انا كنت بعملها زي اخطاء، واتكررت عليا الاخطاء دي او سوري يعني اتكرر المواقف دي مره تانية، ولاحظت ان انا اتصرفت فيها تصرف غير التصرف العادي اللي انا عاده كنت بتصرفه زمان. اول تصرف اللي هو انا لما كان يجيلي في الماسنجر رسالة من حد انا ما اعرفوش، فكنت عادة انا ما بردش، لان انا ما بحبش قوي اتكلم مع ناس غريبة عني. آم، يعني انا ما بحبش عموما الماسنجر يعني ولا العلاقات بتاعت الماسنجر، ولا ازيك عامله ايه، ولا كل سنه وانت طيبه، والحاجات دي كلها خاصه مع ناس ما اعرفهاش. ف فكان من شهر كده هو كنت اكتف جدا على الفيسبوك، فحد بعت لي مش صديق عندي او يعني مش من الاصدقاء بتاع الفيسبوك، بعت لي فويس وقال لي انا كل ما افتح الفيس الاقيكي من الاصدقاء اللي معروضه للصداقه. مش معقوله، طب انا عملت علامه كمان ان انتي هتطلعي لي اول ما افتح دلوقتي وطلعتي لي فعلا. اكيد في مسج ما بيننا، اكيد في رساله احنا الاتنين هنوصلها لبعضينا. انا فتحت الرساله لان كده كده هو مش هيبان له اساسا اذا كنت استقبلت الرساله ولا لا. فالصراحه انا ما ردتش عليه. زمان يا جماعه كنت ببقى فضوليه جدا اعرف ايه الرساله اللي جايه لي من شخص غريب وجاي يقولها لي، يعني ربنا جايب لي شخص علشان يقول لي رساله او من خلاله يفهمني حاجه. كنت زمان ببقى يعني ساذجه جدا واقول له ايوه وحضرتك مش عارفه ايه واحنا مش عارفه كذا وايه الرساله بقى اللي انت عايز تقولها لي، واقعد بقى ارغي. وفي الاخر اعرف ان مفيش اي حاجه في الحاجه، يعني اي حاجه في البتنجان، وان هو كان مجرد ان هو نوع من انواع ما بين قوسين الشعط. ف او يعني مدخل عشان يدخل لي بيه ان في حاجه يعني بقى كده ايه، يعني سسبنس، والمفروض ان انا اشوف سعادته عايز يقول لي ايه. اتكرر الموقف ده تاني النهارده، حد اساسا بعت لي برضو على الماسنجر، برضو مش صديقة عندي، بيقول لي ممكن اقول لحضرتك على حاجة. فانا رحت قلت طب ما لما يبقى حد عايز يقول حاجه ما يقول على طول، ممكن اقول لك على حاجه انا عايزه اقول لك كذا 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 كذا. زمان برضو كان بيبقى الفضول قاتلني اعرف هو اللي قدامي عايز يقول لي ايه. وبعدين رحت قلت بنتي ما هيقول لك ايه يعني هو في حد اساسا هيقول حاجه عليا اساسا انا مش عارفاها عن نفسي؟ يعني ايه الهبل ده. فرحت قلت لا مش عايزه اكلم انا الاشكال دي ومبعرفش اخلص منها كمان الناس دي للاسف. فده انا كنت يعني فرحانه جدا بنفسي، لاني زمان كان الفضول بيقتلني وادخل في محادثات انا ماليش يعني ما كنتش عايزاها، لكن كأن حد جرجرني ليها، فانا الحمد لله ما جرجرتش. في موقف تاني حصل زي سوء تفاهم ما بيني وبين واحدة صاحبتي، وانا فسرت لواحدة صاحبتي يعني انا ليه عملت كده وهي وصلت لها، بس عرفت ان هي لسه زعلانة وكأنها محتاجة تفسير اقوى مني من كده فانا هقابل صاحبتي دي الاسبوع اللي جاي، فرحت قلت هو انا لازم من دلوقتي يعني اروح افسر تاني اللي انا قلته؟ لما بقى نبقى نتقابل ابقى افسر تاني. زمان ما كنتش اطيق ان حد يكون واخد عني فكرة غلط، او ان انا اضايق حد، او ان انا لازم اشرح للحد على طول. رغم ان انا شرحت مرايا، بس واضح ان في يعني القصة محتاجة اكتر من مرة شرح. فرحت قلت لا لا، انا ماليش مزاج اشرح دلوقتي. لما بقى اشوف بقى الشخص ابقى اشرح له القصة شكلها ايه وليه انا قلت كده او عملت كده فدي برضو حاجة من الحاجات اللي هي عجبتني جدا بالنسبة لي. آم، مجرد يا جماعة ان انا اواصل الفيديوهات بدون ان الناس يعني لسه ما حصلتش حتى الألف مشترك. ده بالنسبة لي برضو حاجة انا ما كنتش معتادة عليها. مجرد ان انا اسأل ناس يعني ما اعرفهاش قوي ممكن تشتركوا في القناة، او اكتب على الفيسبوك انتوا ممكن تشتركوا في القناة بتاعتي. دي برضو حاجة ما كنتش انا برضو بعملها قبل كده آم، زمان كنت ممكن استحمل اي كومنت دمه تقيل يعني،
ما احبش احرج اللي قدامي ولا اشيل الكومنت ولا كده هو. لكن في القناه بتاعتي دي اي كومنت فيه اساءه ليا انا على طول يعني بشيله. اي كومنت فيه نقد اتس اوكي، ممكن ما ردش لو انا مش عايزه، لكن في اساءه على طول بشيله. تكررت الاساءه رحت عامله لصاحبه الكومنت ده، رحت عملت لها اساسا عدم متابعه. رغم ان زمان كنت اقول لا يا مها ومش عارفه ايه، او اكون مثلا طماعه واقول ما هي معلش ما هي بتعلي الريتش زي بعض وايه المشكله يعني يا مها، وانتي نزلتي السوق ولازم تتحملي كل هذه الاشكال. وبعدين رحت قلت لا، انا ما اتحملش ان حد يجرحني، انا اتحمل ان حد ينقدني، لكن يجرحني لا. يعني البنت دي كذا فيديو دخلت وكل ما تدخل تقول كلام حتى مش تبع الفيديو اللي انا عاملاه خالص، فحسيت ان حد كأنه حد يعرفني ومستقصدني، فرحت قلت لا لا وعلى ايه البلوك المتين. دي برضو حاجة أنا عملتها ما كنتش معتادة خالص عليها إن أنا أعمل كده. هو كان ممكن أقول لا أخليها، لا مش عارفة كذا، لا يا مها ده حسن يعني. كان عندي كده حبة حسابات كده هو. أنا حاليا دلوقتي ما عنديش أي حساب من الحسابات دي. فأنا فرحانة جدا بنفسي إن أنا يعني قدرت في المواقف دي ان انا يعني اعمل تصرف تاني. هي يا جماعه تبان الحاجات بسيطه جدا. يعني مثلا الناس اللي هي بتبقى جاية عايزة تدخل عشان تكلمك، فعايزة تدخل بدخلة فيها فضول عشان يعني تثير فضولك. أنا دلوقتي ما عنديش فضول. ليه؟ لأن أنا خلاص بقيت واثقة في نفسي، مش محتاجة حد يقول لي ما أنت كويسة ولا حلوة ولا جمالك مش عارفة إيه ولا كل الحاجات الفاضية دي. أنا خلاص أنا عرفت نفسي وعارفة إيه وعارفة دنيتي وأولي من آخري وكده هو. يمكن زمان كنت محتاجة الحاجات دي، رغم ان مهما حد يقول لك انت جميل او انت قوي او انت شاطر او كل الحاجات دي كلها، طالما انت ما اعترفتش لنفسك بالشطارة دي وبالحلاوة دي اساسا، مهما تسمع اساسا من مجاملات خارجية انت مش هتصدق نفسك، وهتبقى طول الوقت انت عطشان ان انت تسمع مجاملات اكتر وحاجات اكتر وتستحمل ناس اساسا انت مش عايز تستحملها، لكن عشان مجرد ان انت تسمع مثلا رأيهم فيك ان انت امور ولا شاطر ولا كده هو. زمان ما كنتش اطيق ان حد ياخد عني فكرة سيئة. عارفين ليه؟ لان برضو كان دايما عندي مشكلة ان انا عايزة اتقبل من اللي قدامي، فازاي يفهم عني حاجة غلط. ما كنتش اقدر استحمل حاجة زي كده هو، وعلى طول اتصل وعلى طول اقول واوضح 100 مرة. دلوقتي انا بوضح مرة والمرة التانية بقى على حسب الظروف، يعني بظروفها بقى جت ولا ما جاتش. خلاص ما عدتش محتاجة ان انا اخد يعني اماني من حد او اخد قبول من حد. طالما انا قابله نفسي بما فيه الكفايه فده بالنسبه لي كافي جدا واناف جدا. أم، الحاجات دي زي ما قلت لك هي تبان صغيرة، بس أنا بالنسبة لي ليها معنى كبير جدا. دول كانوا كلمتين مش وبس. هو فيديو خفيف جدا، لكن والله يعني لو تأملتوا في الحاجات اللي احنا بنعملها والمجاملات اللي هي ملهاش أي 60 لازمة اللي احنا بنقعد نعملها. وأنا مش ضد المجاملات، بس أنا ضد إن احنا نبالغ في حاجات معينة اللي قدامنا بيتطلبها مننا، واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا ان احنا تحت ابتزاز الاشخاص بطريقة او باخرى. كل الحاجات دي يا جماعة بتقلل بتقلل الوعي بتاعكم، بتقلل احساسكم بنفسكم، بتقلل الاستحقاق يعني بتاعكم في الدنيا بتاعتكم. فالحاجات دي فعلا مش صغيرة او تبان صغيرة، لكن هي فعلا انا بالنسبة لي انا عميقة جدا. دول كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهاردة، واتمنى ان انتوا لو وصلتوا لغاية هنا هو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، كومنت لطيف، وتشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.